اكثر لاعب مشتاق له مبارك مصطفى. اثنين من لاعبي نادي الخور على اثنين من لاعبي نادي الشمال، يونس محمود ومبارك مصطفى. يونس يتقدم، ممكن يمرر الان، بالفعل يمررها للسنياري، والسنياري يلعبها في الجول. جول خامس للخور، جول خامس للخور، ورد الهدايا الان يونس محمود لمبارك مصطفى وكافأ بهدف. كان يستحق السنياري جول بعد المجهود الكبير. ان تصنع 3 أهداف فانك تستحق ان تسجل هدف. المثلث كالعاده من رشيد روكي ليونس محمود، تقدم يونس محمود ولعبها كما يجب لمبارك مصطفى، ومبارك مصطفى بخبره كبيره يضعها بعد ان تصطدم بالمدافع وتاخذ طريقها في شباك صالح الهيان. اخيرا كانت 2 على 2، 2 مهاجمين على 2 مدافعين من يونس محمود. اكثر واحد يقلقك بالمباريات؟ ابد ما انقلق انا. لا، من اللاعبين اللي وياك ما انقلق. مشكلتي هاي شو اسوي؟ انا ما انقلق. جدع الله العظيم لك شعار زين. احلى هدف لك تاريخ يونس محمود؟ والله كثيره، بس يعني بالجماليه ولا بالجماليه؟ قول اكثر هدف. اكثر اهدافي يعني بالدوري القطري كانت جماليته، وايضا هدفي على سان غافوره اللي شوت من مسافه بعيده. يعني كثير اهداف عندي. وتسديده من بعيد، والهدف الثالث يسجل لاعب يونس محمود. كرة قاتلة من ضربة حرة وانطلق من ضربة قوية من خارج منطقة الجزاء. توعدون الجمهور بشيء؟ هي مو شغلة وعد، وانما هذا شغلنا، يعني تكون او لا تكون، ومهنتك لازم تجتهد بها حتى قبل لا توعد الناس بها لازم تكون مجتهد بها حتى تقدر تؤدي هذا الوعد. ان شاء الله احنا نجتاز المباراتين ونتأهل للدور الثاني. بالحرب والشدة صمد، يوفي لو يوعد وعد، هذا العراقي يمه، هذا العراقي، هذا بن سمر واكد، بالحرب والشدة صمد، يوفي لو يوعد وعد، والله العراقي هذا العراقي. من زاخل البصرة طلع شعب العراقي مرقع، بالكاس غيره مقتنع، هو العراقي هذا. وكنت يتزوج يونس محمود؟ والله ان شاء الله لقوا لي مره. خلي يتزوج. والله انا من الصبح اي مره تريد راح اجيب اياها، بس يقول لا شاقه وياك. لا ان شاء الله يعني يمكن الحياه الرياضيه اخذتني من الحياه الخاصه، لكن ان شاء الله عن قريب يعني افضل الحياه الخاصه. اخذت تجربتين بالزواج يمكن ما توفقت بيهن. مثل ما يقولون علي اصدقائي يقولون انت ما محظوظ بالزواج. اقول هاي قسم ونصيب الحمد لله. تعتزل يونس محمود؟ والله الاعتزال شوف هي لحظات تعتزل بها، يعني مثلا مثل مباراة اليابان التصفيات اللي راحت اعلنت اعتزالي، لكن بعدها عادون المنتخب صارت عودة لي، لكن ان شاء الله اشوف الوقت المناسب واعتزل به. طبعا الاعتزال انا صرحت اكثر من مجال، لكن انا اللي يفاجئني بعض العالم انه يقول يوميا طالع. قلت لهم بعد تصفيات كاس العالم خلصت التصفيات؟ تقريبا فعليا خلصت هسه فخلصت، هاي بطلت هاي. بالعراق طبعا جميع الانديه احب العب بالعراق، وخارج العراق كنت احب العب للنصر السعودي، لكن لعبت للاهلي من الفرق الكبيره واللي تستمتع بكره القدم. يعني هم تقريبا 4 فرق تقريبا بالسعوديه، الهلال، الاهلي والشباب، الاتحاد والاهلي.